السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج القوس حبايب قلبي، صفوا النية كده، اتفائلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفروا. حبايب قلب ام احمد اللي اول مرة بيزوروا القناة، ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو. حبايبي بقى اولادي واخواتي الموجودين في القناة، حطوا اللايك وشيروا الفيديو، وننزل نكتب كومنتات، نصلي على الحبيب وكمان نستغفر. ماشي حبايبي؟ ولازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، انه لا يعلم الغيب الا الله، محمد رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انت وقعت وما لقيتش حد جنبك، هو ممكن يكونوا دلوقتي جنبك. انت لو حتى تعبت وحسيت ان انت عايز حد جنبك، مش هتلاقي حد جنبك ولا حد واقف في ظهرك. انت الفترة ديت هتكون من اكتر الفترات، بس لو في عندك حالة ركود لازم تخليك، يعني ما تربطش زيادة عن اللزوم. انت بدأت تطور من نفسك، والتطوير ده في مجال حياتك. انت خدت فترة كانت طاقة سلبية، كانت فترة كان فيها بعض الكلام الكتير اللي خانقك ومضايقك واللي مصعب عليك الأمر. انت مستني حمل، مستني أخبار، مستني رجوع حق، والله أعلى وأعلم. عندك كمية انتظار رهيبة ومستني. انت وقعت في أزمة صحية ورحت كشفت، مستني فحوصات، مستني تحليل الفترة دي، مستني الدكتور يرد عليك، والله أعلى وأعلم. بس مستني أي حاجة تخص الصحة، لأن انت حاسس ان في حاجات كتيرة واقفة في وشك، فانت لازم تخلي بالك، لأن انت عندك حنين ولهفة واشتياق. مستني رجوع مين؟ او بالك مشغول بمين؟ في لهفة واشتياق لحياتك. انت الفترة دي ناوي تشتغل على نفسك وناوي تعمل حاجات كتيرة، بس عندك في حب، في اشتياق ولهفة. مستني حد يرن عليك، مستني حد يكلمك. مين اللي وكلوا حقك؟ أشخاص كلت حقك موجودين حواليك، ودول مقربين منك، واخدين حقك، يعني مش راضيين يديك حقك. وانت قلت حسبنا الله ونعم الوكيل. حاول ان انت تكتم اسرارك، خليها لنفسك، وما تطلعش ولا كلمة تخص حياتك جوه بيتك. وحاول ان انت تتعامل بهدوء مع اشخاص موجودة في حياتك. لا اله الا الله محمد رسول الله. انت الامور عندك هتتبدل وهتقلب عليهم انت الترابيزة، فلازم تركز وتخلي بالك. وانت هتبدأ تهتم بنفسك عشان خلاص خدت فترة تعب. ما شاء الله انت عندك عزيمة قوية، بتعرف تجيب القرش من تحت الارض، بتعرف تعمل حاجات كتيرة مختلفة، والحاجة اللي انت بتفكر فيها بتعملها. عشان كده هيكون عندك موضوع هيتم، الله اعلى واعلم انت نفسك في ايه. عندك موضوع هيتم لك، والستر ده هيكون من عند ربنا، لان ربنا هيرضيك بالرزق المكتوب لك الفترة الجاية. بس لازم تهتم بنفسك وبصحتك. مين الناس اللي بينهم زعل، بينكوا كلام او تعب، او هو سبب التعب اللي انت فيه؟ لو في زعل بينكوا وبين حد، هيكون في كلام قريب جدا او صلح، علاقة حب كمان قوية، خطوبة، زواج، والله اعلى واعلم. انت عندكوا علاقة حب جديدة، امور جديدة تخص العاطفة، حياة جديدة، وده بإذن ربنا وفضل ربنا عليكم. حاولوا تطلعوا من طاقة التعب اللي مسيطرة عليكم، ان انتوا جسمكم واجعكم وان انتوا تعبانين. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة. انتوا الدموع على خدكم، عندك الدموع على خدك، زعلان على نفسك، قلبك مكسور، مطعون، مقدور. في ناس قدرت تهزمك وتكسر بنفسك. انت عندك استهار وهتكون ملك، لان انت عندك وصول لهدف، وصول لحلم، والله اعلى واعلم. عندك وصول لحاجة معينة انت بتعملها الفترة ديت. مهما انت تتظلم وتتغلب،
لازم تبقى عندك يقين وثقة في الله ان ربنا يحسن من امورك. في عندك موضوع ماشي ببطء، موضوع مضايقك، موضوع محيرك. لو عندك حد آه، من الابراج الهوائية او الابراج النارية، لازم تخلي بالك من علاقة بينك وبينه. ما توسعش، تسمعش واحدة ست بتوصل الكلام. كلام الستات ده بتحب تخرب البيوت وبتزود. فلازم تخلي بالكم من نفسكم، لازم تكون حريص. انت تعبان من الصدمة القوية اللي انت واخدها موجودة في حياتك. مهما انت بتدي برضو نزلوا من نظرك. فما تقلقش خالص، ما تقلقش خالص، عشان خاطر انتوا في غدر، وهيكون عندكوا امور مستجدة. حياتكم العاطفية مشغولين بيها قوي، مفيش استقرار في الحياة العاطفية. خلال كام يوم هيكون في اتصال مع شخص، بينك وبينه في زعل، هيكون في كلام مع بعض، وهتدوا فترة هيكون فيها صلح. وعشان كده انتوا ما ترموش ودنكم لحد، وما تسمعوش لحد. حاولوا تخلوا يعني تداروا على شمعتكم عشان توصلوا للهدف اللي انتوا عايزينه. فدايما تمشوا بمقالة انتوا عايزين اي حاجة توصلوا لها، بلاش تتكلموا عليها. كمان انت بإذن الله عندكم قرار انت هتاخدوه. القرار ده بيخص حياتكم العاطفية. في عندكم اختبار في حاجة مهمة عشان خاطر تثبت قدراتك، تثبت حياتك. عندك حد من المقربين بيراقبك، ده دايما واقف كده مرصود لك. ما تقلقش، عندك كمان في ترقية ونقلة كبيرة وبإذن ربنا. انت اكتشفت حد خايم، حد غدار، حد بعد ما كنت معاه في العلاقة عينيك دي معمية. اتواجهته بالحقيقة وخدت القرار الصح وطلعته برا حياتك. عندكم في كمان بشرة حلوة ومناسبة حلوة وورق مهم كان ضايع منك وانت اللي هتلاقيه. انتوا عندكم ورقة ضايعة منكم او في حاجة معينة ضايعة منكم، هتلاقوها. مجرد ما انتوا هتلاقوها تاخدوها، وهيكون عندكم فيه طاقة حلوة جدا. الطاقة دي هتديك حياة حلوة، وده بإذن ربنا وفضل عليكم. عندكم في نصرة على ناس أذتك. انتوا انتوا بتفكروا في حاجات كتير جدا، عشان كده عندكم فرحة من قلق، من هموم. ما تقلقوش، انتوا عندكم رزق، والرزق ده هيكون تمن الصبر اللي انتوا صابرينه، اللي انتوا مهمومين بيه او شغالين عليه. ما تقلقوش خالص، اتأكدوا ان ربنا هينصركم. في عندكم موضوع حلو هيفرحكم قريب جدا. الموضوع ده هيكون فيه بالنسبة لكم ازدهار، وهتبقوا كده زي الملوك. والزعل بينك وبين حد هيكون فيه صلح، وهتكونوا كده قاعدين على كرسي العرش، لان انتوا عندكم دايما انطلاقة وازدهار. انتوا بتحبوا الالوان الهادية، وعشان كده بسبب الطاقة دي هيكون في كمان عندكم مناسبة حلوة في موضوع انتوا بتخططوا له وبتسعوا عشان تكملوه. دماغكوا شغالة ال24 ساعة. لازم تخلي بالكوا انت عندكوا نقلة جديدة، توقيع في شغل جديد او طاقة جديدة، والله اعلى واعلم. انت هتخرجوا من الطاقة اللي انتوا فيها، هتخرجوا من الهموم اللي انتوا فيها بإذن ربنا. انت عندكوا دخول محكمة، وده في خير ليكوا. وما تخافوش ولا تقلقوا، لا اله الا الله، لا اله الا الله. انتوا مشكلتكم ان انتوا واخدين كل حاجة كده على صدركم. اي حاجة بتحصل كده بتبقى غلط عليك عشان على اعصابك. لا، حاول تهدي نفسك، وحاولوا تطلعوا من اي طاقة فيها مشكلة، فيها كلام، فيها مواضيع، فيها حيرة، فيها انقلاب عكس اللي هو ببالك، او المواضيع اللي شاغل بالك بيها. لازم تخلي اعصابك هادية،
ويكون عندكم يقين وثقة في الله ان ربنا هيعوضكم اللي انتوا شفتوه وموجود في حياتكم الفترة ديت. لو عندكم زعل بينك وبين أبراج الهوائية، الفترة الجاية هيكون في صلح، أو عندكم كلام حلو بيخص حياتكم انتوا. من ورا الكلام ده انتوا هتخشوا في طاقة إيجابية، فما تزعلوش أبدا. خلي دايما أعصابكم كده هادية. انتوا بإذن الله الدين اللي عليكم ده هيتسد، وده بفضل ربنا. في كلام انتوا بتسمعوه من حد بيخص فلوس، والله أعلى وأعلم. انتوا طالبين من حد فلوس ولسه ما ردش عليك. بسم الله. في حد كمان نصب عليك. النصب الحد ده قريب منك، كان بينكوا كده كان عندكوا احتلال، خد من عندكوا هيديكوا فلوس، والله اعلى واعلم. عشان كده انتوا شايلين الحمل هم، وعاملين حساب صلة الرحم اللي بينك وبين حد ده. كمان في بينك وبين جيرانك في كلام، او بينك وبين حد كلام. لا اله الا الله رسول الله. في حد هيحلف باليمين او هيتكلم في حاجة، والله اعلى واعلم. ما تقلقوش خالص وهدي نفسكوا. مين الشخص اللي كان عزيز على قلبك وسابك وغدر بيك وطلع من اللي هو فيه وده سابك؟ انت بعد عنه، بعد عنك، وانت كمان بعد. انت سألت نفسك كتير احنا عملنا ايه عشان خاطر انتوا تعملوا كده؟ في حد عندكم متوفي ده عزيز على قلبكم، او انتوا بتحبوه قوي، بينكم وما بينه حب كبير وتوفى فجأة، وانتوا زعلانين قوي، ولغاية دلوقتي انتوا زعلانين عشانه. في حد عندكم مظلوم في الحياة، بس الحد ده هو مظلوم قوي، موجود في حياتكم، شايل هم كبير، شايل مسؤولية. الحد ده مظلوم، مستني اي بشرة تطلعك من اللي انت فيه. عارفين انتوا مشكلتكم ايه؟ ان في طرف تالت، في حد بيخص حاجة تالتة. انتوا تعبانين من العلاقة التانية، او تعبانين من الطرف التالت، والله اعلى واعلم. حاولوا ان انتوا تهدوا وترموا حمولكم على ربنا. في انتوا في طاقة رجوع حد، ممكن يكون من ابراج النارية او الابراج الترابية. بينك وبينه هيكون في علاقة، او بينكوا شراكة هترجع، والله اعلى واعلم. بينك وبينهم لازم تخلي بالك من صحتك، عشان مهما حاولوا يستغلوك انت يكون عندك يقين في الله وينصرك. انت هيكون عندك في امور حلوة، عندك احلام كتيرة عايزين تفسروها، كذا حلم الفترة دي انت شغال عايز تفسره بأي طريقة، او انتوا بتحلموا احلام كتيرة. في عندكم خوف، والخوف ده عامل لكم قلق كبير، وده بسبب الحمل اللي انت شايلينه. التعب ده مخليكم مخنوقين، حاسين بالملل، حاسين ان مفيش جديد في حياتكم. لا اله الا الله رسول الله. انتوا بتصلوا على النبي عشان حياتكم العاطفية وصحتكم اللي في النازل. كل ده فترة معينة وهيمشي. الفرح ما بيدومش ولا الحزن بيدوم، كل حاجة بتاخد وقتها المعين. انت مستني تفرح، خلي بالك من الست الخبيثة اللي دايما ظلمك. ربنا هو اللي هيجيب لك حقك الفترة الجاية، وانتوا الجوازة هتكمل، او مشوار خطوبة او ارتباط بإذن الله. انت كمان مستنين تتخلصوا من الهم اللي انت شايلينه، ومستنين ان انتوا تتخلصوا من الماضي اللي كان تعبكم. لا اله الا الله محمد رسول الله. حطوا يا ولاد اللايك، يا ولاد حطوا اللايك، صلوا على الحبيب. في عندكم رجوع، رجوع ده هيكون حلو في حياتكم، او انتوا هيكون في رجوع وكلام بينك وبين حد. في عندكم شخص انتوا بتحبوه، هو ممكن يكون متجوز او في علاقة تانية في حاجة معينة، والله اعلى واعلم. انتوا بتحبوه مش قادرين تبعدوا عنه. في عندكم شوية قلق على شخص ده عزيز على قلبك، في حسد شديد
وده مأثر على حياتكم، مأثر على رزقكم. عشان كده عامل لك مشاكل بينك وبين الشريك. دايما بتفكر في الانفصال او بتفكروا ازاي تطلعوا نفسكم من اللي انتوا فيه. لو حسنتوا نفسكم كويس جدا هتخرجوا من اي صدمة موجودة في حياتك. كان عندكم فيه شخص انتوا بتحبوه قوي وده بتفضلوه عن نفسكم، الحد ده خدتوا فيه صدمة كبيرة لان هو اتكلم عليكم، ما كنتوش متخيلين في يوم من الايام ان هو يعمل كده. في عندكم في طاقة فرج، بس عندكم وسواس وقهر، ده مأثر عليكم. حاولوا تستغفروا عشان تخرجوا. فك السحر اللي عندك ده، انت مخليك بتعاني من التعطيل والتفريق بينك وبين ناس عزيزة على قلبك. بإذن الله هيتفك أو هيفسد، ما تقلقش. حبة الزعل والضيقة والخلقة انتوا بتمروا بيها في الوقت الحالي، ايه سببها؟ لان ربنا يرضيك وهيفرح قلبك بسبب الحاجة الحلوة دي اللي هتكون معاكوا قريب. انتوا ساعدتوا ناس كتيرة، في حين الوقت ان ربنا يطلعكوا من حالة الركود اللي انتوا فيها. اذا كانت بقى نقلة، شهرة، حلم، والله اعلى واعلم انتوا بتسعوا على ايه. كل حاجة ليها مخرجها. انتوا الفترة دي هتلاقوا ان نجمكوا بيلمع، وهتلاقوا الفلوس اللي كنت عايزاها، وفي شخص هيخش حياتك هيساعدك. هيحاول ان انت ما تتكلمش، ما تحكيش عن حياتك وتكتم وتداري، لان الحسن موجود في حياتك. فالفرحة اللي انت بقالك فترة مستنيها وبتسعى عليها قريب جدا هتكملك، قريب جدا هتطلع من حالة العزلة اللي انت بتمر بيها، حالة القلق والخذلان والتوتر والضغط النفسي اللي انت شغال عليه، او طاقات بالكلام اللي مضايقاك مخلياك مخنوق. دي فترة بإذن الله وبفضل ربنا انت هتخرج منها. طاقة الهم والظلم انتوا بتمروا بيها، عندكوا في حالة من ورود، حالة من يأس انت هتخرجوا منها بسبب الباب اللي هيتخبط عليكوا. انت هتدخل نفسك في طاقة إيجابية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عندك فرحة، ابتسامة حلوة هتطلعك من الهم اللي انت بتبقى فيه. انت ابتسامتك يعني بتسرح اللي حواليك، وعشان كده انت هتفرح قوي بسبب ان انت هتاخد حقك وبنفسك. هتاخد حقك وفجأة هتجيلك من شخص معاك في العمل، او شخص هيكون بينكو شغل او بينك وبينه كلام. بسبب المفاجأة دي هتحس بالسعادة، وهتحس ان في انجذاب، في شراكة، في حاجة معينة هتكون حلوة. فما تقلقش، انت كل اللي حواليك مصدوم، وشوف اللي ربنا هيعمله لك هيكون هو الصح. انت عندك علامة استفهام انت بتمر بيها، انت مش عارف تخرج من الخنقة والضيقة اللي موجودة في حياتك. عندك فيه شخص متكبر، شخص تحس ان هو انت مش فارق معاه. وح... انت حاول تهدي نفسك واعصابك، ما تخليش حد يزن عليك. انت معروف بصراحتك، معروف بطاقاتك من الناس اللي موجودة حواليك، من الناس المتألقة، من أشخاص اللي موافقة على الخطوات وسايبة حمولها كلها ربنا، وتقولوا أنا اللي بتقول الحمد لله إن ربنا يكمل فرحتي من حيث لا نعلم. انتوا دايما وشكوا بشوش، دايما مزاجكم عالي، بس عندكم تقلب المزاج في ثانية. ده مزاجك بيتقل في ساعتها من حاجة تانية خالص. بلاش تقلب مزاج، خلي طاقتكم حلوة. بلاش القلق، بلاش الحيرة، بلاش التوتر، بلاش ان انتوا تحسوا بالضغط النفسي. بلاش على كل حاجة تدققوا عليها. كل ما تدقق في الحاجة اللي موجودة في حياتك هتتعب. ودايما عندك في التزام في تفاصيل حياتك وبشكل كبير.
انتوا الصراحة بتاعتكوا بتزعل ناس منكوا وبتدخلكوا في الطاقات السلبية. الصراحة بتزعل ناس كتيرة قوي. دي مش حابة لكم الخير، حابة المكان اللي انتوا فيها، فما تسمعوش حد ولا تستنوا حاجة من حد. لا، حاولوا ان انتوا تهدوا، ولازم يكون عندكم يقين وثقة في الله وحده فقط.